كشفت صحيفة لوموند الفرنسية ما قالت إنها بعض خفايا ما دار من أحاديث في قصر قرطاج في تونس بين الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ومساعديه خلال مواجهتهم انتفاضة الشعب التونسي. تنقل الصحيفة عما قالت إنه أحد مستشاري بن علي أن الرئيس المخلوع لم يكترث عندما أخبر بإحراق الشاب محمد البوعزيزي نفسه، واكتفى بالقول فليمت. ويضيف المتحدث أن مستشار بن علي السابق عبد الوهاب عبد الله اقترح خلال اجتماع أزمة في 29 ديسمبر الماضي أن ينحب اللوم فيما كان يحدث على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي. قال إن من وصفهم بأصدقائنا الفرنسيين يرون أن ذلك هو الحل الوحيد، لكن بن علي يكون قد سخر من المقترح وقال إن ذلك يعني قتل السياحة في تونس على حد تعبيره، وأنه سيكون بمثابة انتحار. وتنقل لوموند عن المصدر نفسه أن قائد الأمن الرئاسي علي الصرياطي وصف أفراد الجيش بالأوغاد لأنهم انحازوا للشعب، وأنه وضاف قائلا في اجتماع سبق فرار بن علي: قد نرحل لكن لدي 800 رجل مستعدون للتضحية بأنفسهم، وسيتوسل إلينا الشعب بعد أسبوعين لأخذ زمام الأمور من جديد. كما يكشف المصدر ما وصفها مؤامرة كانت تحاك داخل قصر قرطاج حتى قبل انطلاق شرارة الثورة لإطاحة بن علي وتسليم زوجته ليلى طرابلس مقاليد حكم تونس في مطلع عام 2013. ويشرح أن السيناريو الذي كان يعده باللحسن شقيق ليلى وابن أخيها عماد بالإضافة إلى سليم شبوب زوج إحدى بنات بن علي يتمثل في إعلان استقالة بن علي لأسباب صحية والدعوة لانتخابات عامة تتوج بفوز ليلى التي سيكون الحزب الحاكم قد رشحها بعد أن ينظم مسيرة مليونية تطالب بذلك.